وتكثر الزلازل. تكثر الزلازل جمع زلزال والعياذ بالله، وهو حركة الأرض جعلها الله قرارا وثابتة وأرساها بالجبال ليعيش الناس على ظهرها. ففي آخر الزمان يكثر اضطراب الأرض والزلازل، يتدمر كثير من البلاد كما هو الواقع الآن، وكما تسمعون من هذه الزلازل التي يتدمر فيها خلق كثير وبلاد كثيرة. وهذه عقوبات يجريها الله على العباد إذا فسدوا في آخر الزمان، يجري الله عليهم العقوبات. فهي من ناحية عقوبة ومن ناحية تذكرة لأهل الإيمان أن يستيقظوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. ولا يقال إن هذه ظواهر طبيعية كما يقوله المتحذلقون والجهال، ظواهر طبيعية ما تدل على شيء، إنما هي ظواهر طبيعية تجري. لا، ما هي بظواهر طبيعية. لماذا ما كانت ظواهر طبيعية في الأزمنة السابقة؟ لصلاح الناس واستقامتهم، إنما حدثت هذه في آخر الزمان تحذير للناس يعتبروا بها. نعم. أن جميع ما يقع في هذه الدنيا من الزلازل والبراكين بما كسبت المصائب بشكل عام بما كسبت أيدي الناس قطعا. طيب، فتكون الإصابة عامة، لكن هؤلاء يكون لهم أجرا ويكون لهم تكفيرا لذنوبهم واختبارا لهم، وأولئك تكون لهم عقوبة. نعم. فكل من يقول إن الزلازل لم تقع بسبب الذنوب، أو أن الكسوف والخسوف لا يقع بسبب الذنوب، فإنه كاذب فاجر مكذب لله ورسوله، ومعترض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يقول في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولو أن الناس وعوا هذه الحقيقة لكان لهم منها خير كثير. طبعا في كل يوم زلازل تحصل في الأرض، زلازل قليلة بسيطة كل يوم، يمكن كل دقائق تحصل زلازل في الأرض، لكن الزلازل المدمرة يأذن الله عز وجل بها سواء في بلاد المسلمين أو في غيرهم. جاء بعض الصحابة إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن الزلازل، فقالت لهم: إن الناس إذا استحلوا الزنا واستباحوا الخمور وضربوا بالمعازف. شوف الثلاث أشياء اللي ذكرتها أم المؤمنين رضي الله عنها: الزنا، الخمر، المعازف. قالت: فإن الله عز وجل يغار في سمائه فيؤذن بتلك الأمور، بهذه الزلزلة تتزلزل الأرض. قال: فإن تابوا فإن الله عز وجل يرحمهم، وإلا فإن الله عز وجل يهلكهم. هي للمؤمنين موعظة وللكافرين خسارة. إنما لا يمكن للأرض أن يقع منها هذا ولا القمر ولا الشمس إلا بإرادة إلهية، والله عز وجل أخبر أن ذلك يقع تخويفا للعباد. فلا ينبغي المكابرة والمجادلة. نعم، وقوع هذا فرق ما بين التخويف ما بين سخط الله، فرق ما بين التخويف ما بين سخط الله. فالله عز وجل يخوف حتى الصالحين، ولذلك وقع القحط والجدب في زمن النبوة وفي زمن عمر، فهذا تخويف من الله، لا يلزم أن يكون عذابا، لكنه لا يقال إن هذا أشياء قدرية بحتة وأرضية لا علاقة لها بشيء. لا، هذه آيات يريد الله بها تخويف عباده.